يعني بالله عليكم جمهور بالحلاوه وبالعظمه دي ينفع يروح زعلان؟ وبعدين نادي معمول اساسا مكايده في الاهلي يبقى هيحقق اول بطوله على حساب الاهلي؟ مش هرد غير بحاجه واحده. عايز ابتدي كلامي عن التحكيم وامين عمر اللي قراراته النهارده كانت كويسه الى حد ما، مفيش حاجه كارثيه غيرت في احداث الماتش. البلانتي فعلا مش بلا وجايه في صدر اسامه جلال، لكن انا دايما بشوف الماتشات دي محتاجه حكم اجنبي. اللعيبه كانت كل كوره بتهجم عليه تحس ان هو مضغوط، تحس ان اللعيبه هي اللي راكباه، تحس ان هو عايز يراضي كل اللي في الملعب. اساسا انت حكم مش مطيباتي. عجبني كمان النهارده كولر اللي تحس ان هو داس شويه بقى في الكره المصريه، وان ما ينفعش السكسي فوتبول اللي هو كان جاي متخيلها مع اللعيبه المصريه بالذات. فلعب النهارده ماتش بدماغ عاليه، خصوصا ان فرديات لعيبه بيراميدز احسن من لعيبه الاهلي. عجبني كمان جدا النهارده هاني اللي كان عامل جبهه دفاعيه محترمه جدا، وكان بالع صاحبنا اللي ما جاش الماتش تقريبا. وعبد المنعم المعادله الصعبه اللي كان فاتح بلاعه النهارده، اللي بيقرب منه بيبلعه على طول. بس عايز اتكلم في نقطه ياما اتكلمت فيها، الثقه الزايده والحركات اللي تدل على قله الخبره لسه. عشان النهارده لبسنا طرد كان ممكن يكلفنا الماتش كله، كنت انت اللي هتشيل الماتش بشكل مباشر بعد الطرد اللي انت خدته. للسوليه اللي قعدته في الماتشات الكبيره. ونيجي بقى للفتره المحببه لقلبي، مروان عطيه. اقسم بالله اللي يركز مع مروان عطيه يسيب الكوره كده ويركز على تحركات مروان عطيه والمجهود العظيم اللي بيعمله مش هيصدق. مروان تقريبا بيلعب الكوره لكل واحد في الملعب ويروح هو ياخدها منه. يعني اللعيبه النهارده ما كانتش بتلاقي حلول كتير، كان مروان عطيه لوحده بيلعب الكوره ويجري هو عشان ياخدها ويدي حل للعيب اللي معاه الكوره. وبعدين برضه كان فاتح البلاعه النهارده مع محمد عبد المنعم. عموما انا خدت قرار خلاص، اي ماتش حتى لو مش للاهلي مروان عطيه هيكون على الغلاف معايا خلاص. لحمدي فتحي اللي حابب اتكلم على لقطه الجول، بس فكره ان هو يحط نفسه في المكان ده ولعبه بدماغه وفي 2 مدافعين والجون طالع عليه. احنا اقسم بالله الفراوده عندنا بتخاف تلعب بدماغها، فبصراحه ان هو يحط نفسه ويحط دماغه في كوره زي دي انا قمت سقفت له من حلاوه الجون ومن جرأته اساسا في الجون ده. لقفشه اللي نزل لعب نص ساعه ولقيته شحر مش قادر يجري، لله الامر من قبل ومن بعد. وبيرسي تاو اللي كان مختفي النهارده بس مش حابب اقرص عليه عشان الفتره اللي فاتت كان كويس والواحد مخلص الماتش مبسوط. لحسين الشحات نجم الماتش الوحيد اللي كان فايق في الخط الهجومي كله وكان جريء ومش خايف من الكوره وبيعدي وعمل كل حاجه في الكوره تقريبا، وختم باسيست عظمه وشال كوره من الجون. حسين الشحات النهارده ياخد تقييم 10 من 10 وياخد قلبي معاه كمان. وسؤال الحلقه، يا ترى بيراميدز بالمنظر ده هيكمل ولا هيصفي على الصيف ويبيعوه؟ لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات رايكم واعملوا لي سبسكرايب وشير، واشوفكم الحلقه الجايه على خير.